ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومجتهدين وبتذاكروا. معظمنا لما بنقرب على فتره الامتحانات بيبدا ان هو يرتبك ويفكر كتير، ونتيجه الضغط النفسي ده ان هو كل يوم يفكر كتير جدا زياده عن اللازم. مش بقولك ما تفكرش، وطبيعي كلنا هنقلق يعني عن النتيجه وعن المستقبل والكلام ده، بس يعني حاول انت دايما تختم تفكيرك ده بان انت تتيقن وتؤمن بان اكيد وتتاكد كده من جواك انه اكيد ربنا مش هيضيعك، لان مستقبلك هو مش بايدك انت، هو الامر كله لله. فاطمئن، يعني كان بايدك انت على فكره، كنت انت، لان انت مهما كان عبد، يعني لا تعلم الغيب، لا تعلم الخير من الشر، الحاجه الاصلح ليك فين. فتيقن ان طالما مستقبلك بيد ربنا فدي حاجه احسن كتير. عايز احكي لكم عن موقفين هيفرقوا في نفسيتكم جدا الفتره دي. موقف فيهم حدث معايا انا بالفعل، والقصه الاكثر الهاما، القصه او الموقف رقم 2 ده حصل مع حد تاني، وفعلا هتدرك وقتها كرم ربنا لما بيختارك ولما بيغير الموازين كلها علشان ان هو يساعدك تدخل الكليه اللي انت عايزها. ازاي تبقى انت من الناس اصلا اللي ربنا بيختارهم في حاجه زي كده؟ بص يا صديقي، لما دورت كده وفكرت في الموقف اللي حصلت لي، في الموقف اللي حصلت لغيري، يعني لقينا دايما كده حاجه مشتركه ما بينهم كلهم، ان انت تحس دايما ربنا بينقذك في كل موقف انت فيه. وحتى لو كنت انت بتعمل بعض الحاجات الغبيه مثلا، تلاقي ربنا انقذك وعرفك انه لا، اختار الاجابه دي مش الاجابه دي، اتصرف الطريقه دي مش الطريقه دي، وتلاقي ربنا دايما بيلهمك الصح. فمحتاج شويه كده شروط تتوفر فيك انت. وعلى فكرة دي مش وجهة نظر، دي دراسة أنا عملتها على كل الناس اللي ناجحين حواليا والمواقف اللي حصلت لي. اتضح معايا كالآتي: رقم واحد، محتاج تلتزم بعلاقتك مع ربنا وتصلي، والدعاء في وسط الصلاة ده بيبقى يعني أحسن بكتير جدا لأنه مستجاب أكتر. فتخيل كده لو أنت وظبطت في الأيام اللي جاية دي كلها على قيام الليل وبتدعي ربنا بالدعوة اللي أنت عايزها. ناس كتيرة جدا حكت إن في أحلام كانت مستحيلة بالنسبة لها أو حاجات كانت صعبة جدا، بس بقيام الليل لقت إن الحاجة اتيسرت وإن ربنا ساعدها ووصلت للحاجة اللي هي عايزاها. تاني حاجة، برك بوالديك، لأنه دي عبادة لوحد في حد ذاتها. فلو بريت والديك وكانوا راضيين عنك هتلاقي إن أنت حياتك بقت أسهل بكتير. الفترة اللي أنت فيها دلوقتي دي حاول تواظب على صلاتك، علاقتك مع ربنا، برك لوالديك. وعلى فكرة أنت مش منافق، أنت بتجاهد وبتحاول إن أنت توصل لأحسن نسخة من نفسك، وإن شاء الله تكمل مع النسخة الجديدة دي من امتحانات الثانوية العامة، وبعديها تكمل بقية حياتك. يعني أنت مش بتنافق عشان امتحانات الثانوية العامة مثلا. حاجه بقى هي الصدقات اللي انت هتطلعها وانت رايح الامتحان بنيه ان ربنا ينقذك من الموقف، وتتصدق وتدعي لنفسك. لان احسن حاجه مش الشخص كمان اللي انت تديله الصدقه اللي هو اللي يدعي لك، لا، ان انت تدعي لنفسك، لان في اللحظه دي انت بتعمل عمل تقرب لربنا. فاطلب من ربنا اللي انت عايزه. ومش عارفه دي الرابعه تقريبا، رابع حاجه ان انت يبقى عندك حسن الظن بالله. وعلى فكره دي في نفسها عباده، يعني دي لوحدها من العبادات اللي فعلا حسن الظن بالله دي يعني حاجه انت بتؤجر عليها. كل ما تحسن الظن بالله ربنا بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي. فلو انت احسنت الظن بالله وتيقنت تمام اليقين ان مستقبلك في ايد ربنا، فهو في ايد امينه، يعني احسن اختيار هيجي لك فعلا. هتلاقي ربنا بيكرمك بالحاجه اللي تسر قلبك فعلا، يعني واللي انت تفرح بيها فيما بعد ان شاء الله. عايزك تتيقن ان مهما انت عملت، لو ربنا اراد ليك حاجه هي كده كده امر ربنا هو اللي نافذ. ولو انت حتى قصرت في حاجه وربنا اراد ليك ان انت تدخل كليه معينه، ربنا هيساعدك ويغير الظروف كلها علشانك. ما تقلقش، بس المهم ان انت تسعى وتحسن في مواقف. ده مش كلامي لوحدي، في ناس كتيره جدا قالت وحكت مواقف كتيره جدا، منهم الموقف اللي انا هحكيها لكم النهارده. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وتيقن ان كده كده الخير هو اللي جاي لك ان شاء الله ما دمت بتسعى وبتحاول. تعالى احكي لكم القصه رقم واحد. يوم امتحان الانجليش الصبح كنت لسه في يونت انا ما بصيتش على الكلمات بتاعتها خالص ولا الجرامر بتاعها. ما تسالونيش ازاي اتاخرت فيها كده، بس قلت لا انا يعني انا كنتش خدتها في الايام العاديه، كنت مرقماها. وحتى في المراجعات قلت لا، هخلص المراجعات كلها واخدها بعد كده مره واحده خلاص، مش لازم اخدها مرتين. وكنت كمان مركزه في الحاجات اللي هي حروف الجر بقى والمشتقات والحاجات اللي هي الحبشتكنات بتاعت الانجليش دي اللي احنا بنذاكرها جنب الانجليش يعني. ولقيت الوقت عمال يتاخر بيا وانا ما فتحتش اليونت لسه. فطبقت اليوم ده، وكنت الصبح قبل الامتحان على طول بصيت على الكلمات وسمعت فيديو صغير للجرامر. ويعني الحمد لله الجرامر بتاعها على ما اعتقد كان سهل يعني. فالحمد لله لميت الجرامر بتاعها، بس كانت مشكلتي في الكلمات انها كتيره. حاولت ان انا ابص على اهم الكلمات اللي انا احسها يعني تقيله اكتبها في ورقه مثلا. فسبحان الله كانت من الكلمات دي اول جمله جت في امتحان الانجليش اصلا. بفتح الورقه لقيت الجمله. طيب هل ده شطاره مني؟ لا خالص، ده خيابه حضرتك. انا بقول لك فتحت يعني اليونت دي يوم الامتحان الصبح، بس هو توفيق من ربنا ان هو يخليني ابص على الجمله اللي جايه. بالرغم ان ده كان تقصير مني، بس ربنا عالم ان انا كان في حاجات تانية كتيره جدا هي اللي شغلاني، ومذاكره وحاجات كتيره جدا برضو هي حسن عمل، يعني ان انا بعمل في ده. فربنا لما انا قصرت في جزئيه عوضها لي ان انا خلاني برضو اعرف اشوفها قبل الامتحان وعيني تقع على الكلمه اللي هتيجي تحديدا. بس اوعى تنسى، قلت لك على حاجات تعملها اصلا قبل اللجنه في الفيديو اللي هو بتاع لجنه الامتحان. بصراحه انا بحس ان هي دي اللي بتنقذني دايما، عشان انت لما بتقرب بس خطوه كده مع ربنا، ربنا جميل وواسع الكرم، فبيديك اضعاف اضعاف اساسا من اللي انت تستحقه. تاني موقف بقى او القصه الثانيه، وانا شايفه ان دي بصراحه القصه الاكثر حماسا والهاما.
القصه دي مش قصتي، هي حصلت مع حد في النظام القديم، وهقول لكم هو مين في نهايه القصه. طالب في ثانويه عامه نظام قديم كان عنده امتحان ميكانيكا، وعلى فكره كانوا تقريبا زمان النظام ان هو علمي علوم مع علمي رياضه مع بعض، يعني كانت الدنيا اصعب كمان من دلوقتي بكتير. برضه الايام وقتها يعني الكليات اللي هي من المجموعه دي كانت من 99 و98. كان الطالب ده معاه اخوه بيمتحن معاه في نفس المدرسه في ثالثه ثانوي برضه، ربنا يرحم اخوه يا رب. ان اخوه الله يرحمه قال له على قوانين معينه، 3 قوانين، حفظت القانون كذا، قال له قانون كذا ايه ده بيقول ايه، راح قال له بسرعه القانون. حفظت القانون الثاني لنيوتن، قال له كذا كذا. حفظت قانون الكم، قال له بيقول كذا كذا. يعني ان كل الناس تدخل لجنه واخوه عمال يقول له على قوانين هو ما شافهاش قبل كده في الكتاب، وهو مذاكر على فكره وقاعد يذاكر الكتاب ليله الامتحان، فايه القوانين دي جت منين؟ الاسئله عباره عن 3 اسئله. السؤال الاول طلب منه القانون الاول، وبعد كده كانت كل سؤال نمره الف ونمره باء، فالمطلوب رقم واحد اللي هو نمره الف كان القانون 1 و2 و3 اللي اخوه قالهم له على باب اللجنه. مش متخيله بجد ان ازاي حاجه تنقذ الواحد في ساعتها بالمنظر ده، سبحان الله. يعني ان ربنا يبعت له اخوه يقول له في ال3 جمل دول في الثواني دي قبل اللجنه على طول عشان يدخل يلاقيهم. وكانوا تقريبا على ما اتذكر لما سمعت القصه ب 12 درجه ونص. 12 درجه ونص دول كانوا نطروه اساسا من الكليات اللي احنا بنسميها كليات القمه، ما بحبش اسميها كده بس اللي المجتمع بيسميها كده. كانوا نزلوه درجات كتيره جدا في الكليات، وانت تدخل كليه الطب دي كنت محتاج تجيب 99% مثلا. وسبحان الله ربنا اراد ان هو يعدي بالطريقه دي ويلهمه الصواب، ويلهم اخوه ان هو يقول له اصلا وينادي عليه ويقول له قبل ما يدخل اللجنه، وان هو يدخل كليه الطب البشري في الاخر. عموما القصه دي مش تاليف والله، هي قصه الدكتور حازم شومان. ان دكتور حازم شومان حكاها وكان بيحلف على ان ده اللي حصل فعلا، فما اعتقدش خالص ان هي ممكن تكون فيها ذره شك يعني. وسبحان الله قدره ربنا فعلا بتوصل لاكتر من كده بكتير، بتحس ان يعني في معجزه حصلت عشان ان ربنا ييسر لك الطريق باللي انت عايزه. برضو على فكره افتكرت حاجه دلوقتي وانا بتكلم. عندنا في الكليه الايام اللي فاتت كان في امتحانات الفاينل، ولسه عندنا امتحانات فاينل، يعني انا بصور لكم ده في نص الفاينل، فادعوا لي. في بنت زميلتي في الدفعه بعتت للدكتور ان هي هو قال لنا يعني ذاكروا لاخر لحظه، ولو اخر 5 دقائق قبل اللجنه افضل ذاكر فيهم واعمل اللي عليك لاخر لحظه. فهي كانت داخله في جزء كبير مش داخله بيه من المنهج، بصت على الملزمه في اخر لحظه والسؤال سبحان الله، بصت على سؤال جه هو الوحيد اللي جه اصلا من الملزمه دي، فسبحان الله كان سؤال يعني ب5 درجات تقريبا. فلولا ان هي بصت في اخر 5 دقائق ال5 درجات دول زادوا وما كانوش هيزيدوا اصلا. بقول لك ليه الكلام ده كله بقى؟ عشان ما تقلقش، وعشان لو انت بتسعى لاخر لحظه وظبطت علاقتك بربنا وباباك ومامتك، ودايما تحسن الظن بالله، ويوم عرفه جاي تدعي كتير 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 دعاء يوم عرفه، تدعي كتير جدا. الناس كلها بتقول دعاء يوم عرفه ده استجاب ليها يعني، فاعمل بس بالاسباب ولح على ربنا في الدعاء واعمل اللي عليك، وصدقني هتلاقي ربنا بيخرجك من الضيق للفرج. وحتى لو لقيت اول امتحان صعب تاني امتحان صعب، هتلاقي ان ربنا في الاخر بيظبط لك الدنيا مش بحساباتك. انا كنت حاسبه نفسي اقل من الدرجه اللي انا جبتها بكتير كمان، لو على حساباتي ما كنتش زماني دلوقتي في الكليه اللي انا عايزاها اصلا. طيب انا نسيت اقول لكم صلوا على النبي واكتبوا لا حول ولا قوه الا بالله، فاوعوا انتوا تنسوا واكتبوهم دلوقتي في الكومنتات، واعملوا اشتراك ولايك للفيديو ده علشان قربنا على 3000. واكتبوا لي في الكومنت ايه الحاجات اساسا اللي موتراكم الفتره دي، او ايه الحاجات اللي انتوا عايزينها. الفيديو ده يمكن طويل شويه بس انا حبيت انقل الطاقه اللي انا بتكلم بيها دلوقتي دي، عشان يمكن ده يفرق في نفسيتك زي ما فرق في نفسيتي السنه اللي فاتت لما شفت قصه الدكتور حازم شومان. سلام.